ازاي تحسب سعراتك وازاي تعمل انبادي لنفسك في البيت. نتكلم في موضوع الانبادي. عندنا 4 انواع من الانبادي سريعا كده، وهعمل له فيديو لوحده. اول نوع من الانبادي وده ما تبصش عليه، ولو لقيته سيب الراجل وامشي. وتاني نوع برضه لو لقيته سيب الراجل وامشي. وتالت نوع ده قريب شويه من الحقيقه. ورابع نوع بيكون في الجيمات الكبيره، فده كويس نوعا ما. لا ينفعش ان انا اعتمد عليه بصوره كليه او ان هو بيحدد البروجرس او التقدم والتطور بتاعي. لازم احط عامل المقاسات والصور، ودول اهم حاجه. طب لو انا ما عنديش الانبادي الكبير ده، ازاي اعمل انبادي في البيت؟ اول حاجه موضوع الانبادي فيه 4 حاجات احنا محتاجينها مهمه جدا. اول حاجه معايا هي الوزن، تاني حاجه التوتال بودي فاتس والبي ام اي، يعني نسبه الدهون ونسبه العضلات والبي ام اي اللي هو حجم الجسم. اللي انا محتاجه منك عشان تعمل انبادي وعلشان تحسب السعرات، هنعمل الانبادي الاول في البيت وناخد الحاجات ديت، وهعلمك ازاي تحسب السعرات بكل سهوله ومحدش قالك عنها قبل كده. محتاج منك السن وده سهل، ومحتاج منك الطول وبرده سهل، ومحتاج منك الوزن على معدة فاضية الصبح. اي ميزان في الصيدلية او اي ميزان في البيت بتاعك. بعد ما تاخد الوزن والطول والسن، هتروح على اللينك ده وتضغط عليه، وبعدين تكتب حاجه اسمها TBF. وانت في الصيدليه بتوزن هتقول له عايز مازوره قياس. وبعد كده هعلمك ازاي تاخد المقاسات بصوره صحيحه في فيديو لوحده. بالنسبة للراجل محتاج مقاسين 2 فقط، الرقبة والوسط، والوزن والطول والسن. اما بالنسبة للبنت محتاج الرقبة والوسط والهب او المؤخرة. الخطوات بتاعتك وتملاها وتضغط، هيجيلك معدل البي ام اي ومعدل الTBF بتاعك. متنساش اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد.